بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا اليوم تكامل سوف أحله ثلاث طرق مختلفة. التكامل يقول تكامل dx ساين تربيع x كوساين تربيع x. طبعا سنبدأ بالطريقة الأولى، وهي أن هذا التكامل ممكن أكتبه بالصورة التالية. أقول هذا dx في البسط، وفي المقام الساين x في الكوساين x ممكن أكتبها وارفعها إلى أس 2. إذا هذا التكامل يعني الآن ما داخل القوس هذا يصبح قانون معروف. إذا هو تكامل dx، وهذا يصبح نص ساين 2x الكل تربيع. إذا هذا ممكن نكتبه أيضا بصورة، طبعا نص هنا مربع تصبح ربع، والأربعة في مقام المقام تطلع في البسط. إذا ممكن نخرجه هنا خارج التكامل، تصبح معي تكامل dx، وفي المقام يبقى فقط ساين تربيع 2x. طبعا ساين تربيع 2x عبارة عن إيش؟ واحد على الساين تربيع 2x عبارة عن نسبة مثلثية تسمى، طبعا 4 تسمى ليش؟ الكسك 2x. طبعا كسك تربيع الآن 2x dx. طبعا أصبح هذا التكامل سهل، وهو إنه بيساوي 4 في سالب تكامل الكسك 2x تربيع، هي عبارة عن سالب الكوتان 2x أيضا نقسم على الزاوية على 2 زائدا ثابت التكامل. ممكن الآن نبسط، يعني 2 سالب كوتان 2x بلس c. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية 2، وهي إنه تكامل dx على ساين تربيع x كوساين تربيع x. هذا التكامل يعني في البسط في واحد هنا جنب dx، يعني في الواحد هذا من قانون أيضا مثلثي، ممكن نكتبه بالشكل اللي هو ساين تربيع x زائدا كوساين تربيع x dx، وفي المقام الساين تربيع x كوساين تربيع x. طبعا نقسم الآن البسط على المقام، يكون التكامل، طبعا الساين هنا بيروح مع الساين، يبقى فقط هنا إيش dx على الكوساين تربيع x زائدا، لما نقسم هذا المقدار مع المقام أصبح تكامل الكوساين تربيع مع الكوساين تربيع، تبقى فقط dx ساين تربيع x. طبعا هذه التكاملات بسيطة الآن، يعني ممكن نكتبها بشكل أبسط. تكامل الكوساين تربيع هي سك تربيع x dx زائدا تكامل الساين تربيع x في المقام هي عبارة عن كسك تربيع x dx. إذا هذا التكامل الآن
هذا الأخير ممكن نقول يعني ناخذ مباشرة لأنه التكامل السك تربيع عبارة عن تان إكس، لأنه التكامل الكسك ناقص كوتان إكس زائدا الثابت سي. وهذا يعني نفس أيضا صورة ثانية لهذا التكامل. الطريقة الثالثة إيجاد تكامل دي إكس ساين تربيع إكس كوساين تربيع إكس. ممكن أكتبها التكاملات أكتبها مباشرة. الساين تربيع إكس عبارة عن الكسك تربيع إكس، والواحد على الكوسك الكوساين تربيع إكس هي عبارة عن السك تربيع إكس دي إكس. إذا بيكون معي تكامل الكسك تربيع إكس عبارة عن واحد زائدا كوتان تربيع إكس بيكون مضروب في السك تربيع إكس دي إكس. الآن ندخل السك إلى داخل القوس أو نضرب إلى القوس كما يتكامل الواحد في السك تربيع إكس ناقص أو زائد تكامل السك لما نضربها السك تربيع في الكوتان تربيع تبقى اللي هي كسك تربيع إكس تي إكس. طبعا هذا الكوتان معروف الكوتان تربيع إكس عبارة عن الكوساين تربيع إكس على الساين تربيع إكس. لما نضربها في واحد اللي هي الكسك تربيع واحد على كوساين لأنه تختصر، ويبقى معي إيش بيساوي هنا واحد على الساين تربيع إكس اللي هي الكسك تربيع إكس. إذا هذه التكاملات ممكن نقريها الآن. تكامل السك تربيع هي عبارة عن جديد نقول تكامل السك تربيع عبارة عن التان إكس، وهذا التكامل كسك تربيع عبارة عن ناقص الكوتان إكس زائدا إيش الثابت سي.